سأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يدخل الشيطان أو لا يقرب الشيطان. هل المقصود البيت كله أو الغرفة؟ فمن ذلك أن الإنسان يقرأ سورة البقرة في كل غرف البيت. نعم، الحديث البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان حديث صحيح، وهو من فضل الله عز وجل على عباده أن جعل قراءة هذه السورة مطردة للشياطين، سواء ما تفعله من الوسوسة ومن الهوى أو ما تفعله من الإفساد، هذا من فضل الله عز وجل على عباده. وهذا المقصود به هو البيت، المقصود به هو البيت كله، ولا يقتصر هذا على الغرفة التي قرئ فيها القرآن، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل. وهنا دلالة العموم الواردة في لفظة البيت هي تدل على هذا المعنى، والله أعلم.